وإلا راكي ريجيم وشتيتي تاكلي بيتزا تبعيني نعطيك هاد الوصفه التي اللي تجي بنينه وصحيه. نستحقوا هنا فرينه شوفان من عند كور دو سيريال، نستحقوا 3 كيسان زيت ونضيفوا لها الملح، نضيفوا لها تاني مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، عندي مغرفه كبيره تاع السكر وثلث مغارف تاع زيت الزيتون. نقعدوا نخلطوا في الفرينه شوفان مع الزيت باش يدخل لنا الزيت مع الفرينه. وعندي هنايا كاس ونص تاع الماء يكون دافي او ميلونج كيما راكم تشوفوا. لا بات تاعها تجي شويه جاريه. نروح نخلي لا بات تاعي تخمل ونروحوا نحضروا لا صوص طوماط. عندي هنا 3 حبيبات على طوماط، عندي وريقه تاع الرد، عندي 2 حبيبات ولا 3 تاع الثوم، عندي الزعتر، شويه تاع الملح وشويه تاع السكر. نروح ندخلها في الفور. كيما راكم تشوفوا لا بات تاعي راه خمرت، وهنا تاني لا طوماط تاعي راهي طابت. كيما راكم تشوفوا لا بات تاعي كانت جاريه ومن خليتها تخمر شوفي لي ولات كالبه روحها. نروح ندير شويه تاع زيت زيتون في البلا ونزيد تاني ندير شويه تاع زيت زيتون في يديا ونروح نخليها تخمر غير شويه لا بات تاعي في البلا. نميكسي لا صوص طوماط تاعي ونحطها في لا بات. نقعد نمشي في لا صوص طوماط كيما راكم تشوفوا. ودروك هنايا ضفت لها الطون، عندي هنايا الشامبينيون، زدت لها تاني فلفله حمراء وفلفله خضراء وزيدوا نزينوها بالزيتون وندخلها في الفوع على 170 درجه. كيما راكم تشوفوا راهي طابت لنا البيتزا. زدت لها فرomage، نعاود ندخلها في الفور غير شويه قد ما يذوب لنا هذاك الفرماج وهنا نقصوها. ننصحكم تجربوها، هاد البيتزا تجي بزاف بنينه وصحيه. ما نقولكم على بروشين فيديو.